بيقولوا الأكلات المصرية بتخفي الأضرار بتاعتها جوه حلاوتها. هقول لكم النهاردة على بعض الأكلات اللي احنا كلنا متعودين ناكلها وفيهم شوية أضرار وإزاي نقدر نتجنبها. وطبعا كله بيستسهل أكلة الكشري، ومع إنها أكلة متكاملة وجواها مكرونة ورز وشعرية إلا فيها أضرار كتير. ومع إنها من واحد من 100 أشهر أكلة في العالم، المصريين بياكلوها جدا، وبصراحة جواها مكونات كتير فيها منافع كتير للجسم، إلا إن فيها أضرار كتير جدا. تعال أعد لكم الأضرار. زي ما كلنا عارفين إن الكشري جواه تقلية بسمنة كتير، وجواه صلصة مسبكة تسبيكة محترمة. اعرف إن كل ده بيروح على المعدة، يعمل لها التهاب شديد في جدار المعدة. يعني إيه التهاب شديد في جدار المعدة؟ يعني المعدة باي باي، ما بقتش بتهضم، ينزل الأكل زي ما هو مش مهضوم جوه القولون المظلوم. طبعا القولون ما بيعرفش يتعامل مع الأكل الغير مهضوم، اللي هيقدر يعمل لك عسر هضم شديد جدا. رقم 2 إمساك شديد جدا. رقم 3 والأهم، واللي كل الناس اللي بتاكل كشري بيحسوها، هو الانتفاخ الشديد اللي موجود جوه القولون. تعال أقول لك إزاي نقلل الأضرار. نجيب طبق سلطة خضراء بيحتوي على كل أنواع السلطة جنب الكشري، هيقلل لك الأضرار دي كتير جدا جدا. وطبعا لأن السلطة بتحتوي على ألياف كتير جدا، أولا بتحسن نسبة الهضم كويس جدا، ثانيا بتعمل لك براز متكامل فيقلل من كمية الإمساك والانتفاخ. وطبعا جنب طبق السلطة ولما نخلص كل الأكلة الدسمة دي، كوباية شاي أخضر هتساعدك على الهضم بطريقة جميلة جدا جدا جدا. ونبعد خالص عن المشروبات الغازية اللي الناس كلها بتشربها.